ما شاء الله ما شاء الله، ايه الدرس الجميل الحلو التحفة ده يا نعمة؟ تسلم ايدك، ايه الجمال والحلاوة دي؟ لو عايزين تعرفوا لو عايزين تعرفوا الطريقة، خشوا واتفرجوا وسمي وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، قناة يوميات نعمة فؤاد. لو عايزين تشوفوا الفيديو كامل على قناتي، يلا نسمي ونصلي كده على الرسول، ونخش نشوف المقادير الجميلة التحفة الحلوة دي بمقادير بسيطة موجودة عندنا في كل بيت. يلا اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. معانا شفشق الخلاط، المكونات دي كلها نعملها في شفشق الخلاط، ومنتهى السهولة كده والبساطة. نروح عند العطار، تقول له عند العطار عايزه ايه؟ عايزه ب20 جنيه نبل نيدو، ب20 جنيه كريم جانتي، وكوبايه سكر بودره تكون مطحونه عندك، او بمعنى اصح عندك عسل جلوكوز، عندك عسل اللي هو النحل. عندك ما عندكيش عسل نحل، ولا عندكيش عسل الجلوكوز، او ما عندكيش القطر بتاع العسل اللي احنا بنعمله للكنافه التقيل، ما عندكيش كل ده، ما تشيليش هم، بنص كوبايه سكر بودره هتعملي معاكي احلى دولسي. اول حاجه، اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله، هنحط معاكم نص كوبايه اللبن. نص تمام، بس كوباية انا كنت اللبن. اسمها آه، اهو نص كوباية السكر البودرة. ب20 جنيه لبن نيدو، ب20 جنيه كريم جانتي. كريم جانتي والسكر البودرة حطيناهم. ادي الكريم، ادي اللبن النيدو ب20 جنيه. وهنضرب كل ده في الخلاط في منتهى السهولة والبساطة. لو طلع خفيف معاكي زودي كريم جانتيه ولبن بودرة. لو طلع القوام مظبوط خلاص تمام. ضربنا كل المكونات كده بمنتهى السهولة كده والبساطة. كريم جانتيه مع السكر البودرة مع اللبن النيدو مع كله كده مع نص كوباية اللبن. بسم الله ما شاء الله اهو، بصوا طلع قوامه حلو جدا اهو ما شاء الله. طلع جميل جدا جدا، والقوام ده المظبوط اللي احنا عايزينه. لو كان طلع خفيف شويه عن كده كنا زودنا له كريم جانتيه وشويه لبن نيدو. بس القوام مظبوط ما شاء الله. جبنا بقى 4 بولات كده عشان هنعملهم ب4 نكهات مختلفه. بسم الله ما شاء الله، بصوا لازم يكونوا سوي بعض كده ما شاء الله. طبعا كان في واحده قليله عن واحده نقصتها عشان يبقى كله سوي بعض. دول 4 مجات قد بعض بالظبط. بس طبعا هعمل 3. المج ده هقسمه هنا كده عشان ده طلع قليل جدا. هزودهم بقى مع بعض كده عشان يبقى كلهم مظبوط كده. ايوه كده ما شاء الله. ال4 مجات دول كده مظبوطين. كان عندي طبعا موز في التلاجة. طبعا موز عندي، وكان عندي كانتالوب كان طازة عندي فريش. ادي اهو، ادي 1 2 بقول لكم 3 4. 4 مجات مليانين من الدرس اللي احنا ضربناه في الخلاط. دي كانتالوب كان عندي لسه كان طازه كده مسكر كان زي العسل. وده الموز كان عندي، ايوه كانتالوب اهو ضربته في الخلاط. من غير ميه من غير اي حاجه، لازم قوامه يبقى تقيل كده من غير ميه. طبعا انتوا عارفين الكنتالوب على طول بيتضرب كده بمنتهى السهوله، والقوام بتاعه بيبقى تقيل مش محتاج ميه. نزلته على الدولسي اللي انا عملته اهو معاكم ما شاء الله. قلبت الكنتالوب على الدولسي اللي انا ضرباه معاكم في الخلاط. نقلب كده ما شاء الله كله كده قوامه كده مظبوط. وده اول بوله خلصناها. تاني بوله طبعا عندي اهو، ده موز برضه جبت اللي هو كان عندي، اللي كان طبعا الموز عندي لما بيسود عيالي ما بياكلوهوش، فانا بضطر ان انا اخده وعينه في الفريزر. بينفع بموز بلبن، بينفع باي حاجه عندي ما برميهوش. العيال طبعا عندي لما الموز بيسود من بره، مع انه والله من الجو واللي في التلاجة بيسود عندي على طول بمنتهى البساطه كده. فانا ما برميهوش، والعيال ما برضوش ياكلوه. لما بيشوفوا قشرته سودا كده ما برضوش ياكلوه. فبقوم حطاه في التلاجة وعينه في الفريزر اهو. نفع اهو، ضربته معاكم في الخلاط ونفع وعملته بالدولسي. الخطوة التانية بقى، لو عندك بسكوت العيد أقسم بالله يطلع معاكي في منتهى الجمال. كان عندي العلبة دي بتاعت الدولسي، كنا شايرينها ما شاء الله كده، وحطيت فيها البسكوت بتاع العيد. حطيت واحدة واحدة كده، وبمكونات اللي هي الدولسي اللي أنا كنت ضرباه في الخلاط عملته معاكم بالشكل ده. بس طالع كان في منتهى الجمال. البسكوت بتاع العيد طلع طعمه ما شاء الله. يعني لو عندك بسكوت عيد ما ترميهوش، وجربي معايا في الوصفة دي مش هيقول لأ. طالع في منتهى الجمال. وعندي شوية دولسي طبعا اهو. ده المج بقى الاخير، جبت 5 معالق كاكاو اسباني. لازم يكون كاكاو اسباني. ضربته بقى معاكم في المكونات بتاع الدولسي اللي انا ضربته معاكم في الخلاط. 5 معالق كبار كاكاو. طبعا دوقي بقى هنا السكر البودرة كده، محتاج سكر بودرة زودي، لان طبعا انتوا عارفين ان الكاكاو الخام بيبقى مر شوية. فدوقي كده، لو محتاج سكر حطي، لو مش محتاج سكر خلاص تمام. اللي بيبقى كده كويس جدا، لان الكاكاو الخام بيبقى طبعا انت عارفه بيبقى مخرص.
فانا ايه قعدت اقلب كده مره واتنين وتلاته. بصوا كان خفيف معايا، كان الكاكاو هيبقى فاتح قوي، وانا عيالي بيحبوا الشوكولاته الغامقه، فزودت كمان معلقه. يعني دول ما شاء الله بتاع 5 معالق او 6 معالق كده كبار كاكاو خام من اللي هو ايه غير محلى. ودي كانت الكوبايات دي كانت عندي فيها عصير، ما نمتهاش. قلت ايه بقى ايه، لسه الكفة دي مايلة عايزة تنقص حبة، ناخد من دي نحط على دي، كيه كيه. عايزاكم تضحكوا كده وتتبسطوا كده يا حبايبي كده وتضحكوا معايا. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب كلنا. وما تنسوش بقى اللايكات الحلوه الجميله بتاعتكم اللي بتفرحني وبتشجعني ان انا اعمل معاكم فيديوهات جديده. وعايزاكم تضحكوا كده وتتبسطوا كده. ما تنسيش اللايك انت وهي. اللايك يا حبيبتي ما بيكهربش. لو اللايك بفلوس كان زمان الناس ما حطتش لايك خالص والله. اوعوا تنسوا اللايك يا حبايب قلبي، والبصمات بتاعتكم الجميله والكومنت الحلو اللي انا بستناه منكم. جبت ايه بقى، شوكولاته سما خام. عملتها على حمام بخار ميه، وطبعا كانت تقيله جدا. قلت بقى لا طبعا مش ينفع على القوام التقيل ده. وجبت ب10 جنيه فول سوداني من المحمصه، وكسرته معاكم كده عشان يبقى حتت كده صغيره. وانت نزلت بقى عليه بقى بالشوكولاته الخام اللي هي سما. عملتها على حمام بخار بس كانت تقيله جدا. زودتها شويه زيت وحطها بقى ايه، هحطها في كوبايه مج، وشويه زيت وشويه ميه عشان تبقى خفيفه شويه. طبعا في الخطوه دي قلت لعيالي الدولس ده بالليل اوعى حد يجي جنبه. ده انا هقول لكم ايه، ده انا عيالي كانوا ورا الكواليس. اسمعوا بس انت تضحكوا ضحك. في الفيديو ده عيالي قلت لهم الدولس ده يتحط بالليل، اوعى احس عنه حد يجي جنبه عشان لسه ما صورتوش يا اولاد. ماشي يا ماما نام انت يا ماما مالكيش دعوه. ماليش دعوه مين. جبت كرسي وقعدت عند التلاجة وطول الليل نايمه جنب التلاجة خايفه عيالي ياكلوا الدولسي. خايفه عيالي ياكلوا الدولسي. لسه ما صورتش الفيديو هيبوظ يا عيال. نام انت يا ماما مالكيش دعوه. في الوقت ده بقى هحكي لكم ايه، ده انت تضحكوا والله العظيم ضحك. في الوقت ده انا عملت بالعصايه، كان النور مقطوع تمام تمام. طبعا لسه بمسك العصايه وبحط اول واحده في العصايه، العصايه فصلت عن الدولسي. حطيتها بقى في الورقه هنا اهو. انا حركه من مكانها بصوا، وانا بشيل دي بصوا فكه من بعض ازاي. بصوا 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 سايحه خالص، كان النور مقطوع. بصوا حققوا كده منها. النور كان مقطوع في الوقت ده، وكويس ان ربنا ستر ان انا عرفت امسكها. اصلا كانت سايحه جدا، المطبخ كان حر، وكان الساعه 5 الشمس كانت ضاربه في المطبخ. واقول لهم يا ولاد اصبروا. انت بتقولي لمين؟ كان ورا الكواليس جيش وبيضحكوني ضحكوا. يا ولاد اصبروا. لا بصوا كأن عمر في حياتهم ما اكلوا دورس، كأنهم محرومين الصراحه. مع ان احنا والله العظيم بنشتري دولسي يا جماعه، بس ما تعرفوش الفيديو ده في ايه. كان اول مره بقى مامتهم بقى تعمل دولسي بقى وايه، وعايزه بقى ايه اظبط التظابيط بقى واوريهم مامتهم هتعمل احسن دولسي. بصوا في الوقت ده عايزه الدولسيه تطول الشوكولاته. تطول الشوكولاته مين؟ البسكوته طويله والشوكولاته تحت خالص. ومش عارفه، قلت للبنت تمسك الكاميرا صوري عشان انا امسك اعمل الدولسيه دي. ماشي يا ماما. مسكت البتاع بالعافيه الكاميرا عشان تصورني. وانا بقى عايزه ايه اعمل اللي هي اللي بالعصايه دي. بصوا لبخني لبخه، لانه واقفين ورا مستعجلين ان هم ياكلوا الدولسي. يا بنت اصبري. لا انا عايزه اكل الدولسي. لا انا عايزه اكل الدولسي. بصوا الشوكولاته كانت سايحه وبتنزل ازاي، لان المطبخ كان حر جدا في الوقت ده. وانا بحط العصايه دي فصلت الشوكولاته عن العصايه. طبعا انا قلت كفايه كده او بلاش فضايح، وكفايه اول حد كده، وربنا يستر اكمل بس يا ولاد الفيديو. ابوس ايديكم وبعدين تاكلوا اللي انتوا عايزينه. ماشي يا ماما. خلاص خلاص. الوقت لما النور اتقطع خدت الدولسي ده بقى كله قمت عيناه في التلاجة تاني على بال ما النور ايه يجي، لان كان كله ساح بقى. وبصوا وما كانش ينفع ان انا اصور الفيديو. عينته قعدت ساعتين لما النور اجى جيمت معايا اهو تاني علشان اصور ايه الفيديو. ودخلت كل حاجه وبص ايدهم. جبت كرسي تاني عند التلاجة وعلى الله حد يقرب من التلاجة اصور يا ولاد الفيديو. يا ولاد يا ولاد حرام عليكم نهيتوا قلبي. ان انا بعد كده اخر واول مره اعمل دولسي في البيت بالمنظر ده. اضحكوا اضحكوا والله العظيم. ده انا شفت ايام في الفيديو ده محد يشوفها، محد يشوفها ولا عدو ولا حبيب. فيديو بصي طلع بصي طلع بصوا مش عارفه اقول لكم ايه. بجد فيديو كان الدولسي طلع طعم وفي منتهى الجمال. بس شفت الويل اللي محدش شافه في الفيديو ده بسبب الدولسي، ان كانوا قاعدين ورا مستنيين مامتهم بقى. ايوه مامتهم بقى بتعمل ايه بقى، تعمل دولسي. واول مره اعمل دولسي في البيت، واخر مره من الدوخه اللي انا شفتها اجيب كل كرسي واقعد على التلاجة من بالليل عشان الفيديو محدش يجي يقرب منه عشان اعرف اصوره. طب ليه؟
التبلية عشان ايه. بس بسم الله ما شاء الله كان بجد بجد يستحق التجربة، ويستحق ان انا اجيب كرسي فعلا واقعد من بالليل على التلاجة عشان ما يفتحوش ياكلوا الدرس من بالليل، عشان لو كانت تاكل الدرس من بالليل ما كنتش اعرف اصور معاكم الفيديو الجميل ده. بس فعلا فاتت فعلا، تسلم ايدي فعلا، وطلع فيديو في منتهى الجمال، والدرس كان طعم جدا جدا. بسم الله ما شاء الله بالفاكهة الطبيعية دي الفريش، والموز اللي عندك اللي هو لو غامق او اسود معاكي اوعي ترميه. انا عارفه ان العيال بيتامروا على الموز لما بيسود، اوعي ترميه يعني في الفريزر، واعملي معاكي احلى دولسي في منتهى الجمال كده. كان طعم جدا. ولا ايش البسكوته، بص انا حطاها في الطبق ازاي، ده كان طعم جميل جدا، اللي هو الكاكاو الاسباني. فتحته بقى من قلبي كده عشان تشوفوه من جوه شكله ايه، بس طلع في منتهى الجمال. بجد بجد تسلم ايدي، ويستاهل فعلا التجربه. بسم الله ما شاء الله طلع جميل قوي قوي قوي. واللي بالعصايه ده اللي هو بالبسكوت بتاع العيد طلع فيه منتهى الجمال. بس طبعا ما كنتش قادره احركه من مكانه لان طبعا كان سايح. بصوا اهو، بس طعمه بصوا ما يغرقوش شكله كده، بس كان طعمه اقسم بالله في منتهى الجمال. الدبس اللي هو بالعصايه ده، ايوه ده اللي احنا بنشوفه ده، ايوه ده جميل جمال ملوش مثال. ما تنسيش بقى لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا يحسن ما بين ايدينا، وما تنسيش اللايك الجميل بتاعك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.